حدث أحد الثقات قائلا አንድ ታማኝ ሰው እንዲህ ሲላው ከሚታወቅ ሸገር ተቀማምጬ ይህን ገጠመኝ ያጫወተኝ يقول الشيخ ሼኹ አለ جاءني رجل አንድ ሰው ወደኔ መጣ وهو يلعن أمه እናቱን እየረገመ جاءني አንድ رجل ሰው ወደኔ መጣ وهو يلعن أمه እናቱን እየረገመ فنهيته عن ذلك ከለከልኩት ከርግማኑ ثم ከዛም سألته ጠየቅኩት ما ذنبها ምንድነው ጥፋቷ وما جرمها ምንስ ነው ወንጀሏ وما هي ምንስ ነው خطيئتها ስህተቷ አልኩት قال አለ عملت سحرا ሚስቴ ላይ لزوجتي ድግምት ሰራችባት قلت وكيف عرفت አልኩ እንዴት አወክ كيف عرفت أنها እንዴት هي አወክ እሷ መሆኗን قال زوجتي አለ أخبرتني ሚስቴ بذلك ነግራኛለች እሷ መሆኗን وهي تنكر ذلك እሷ ግን يعني الأم. ትክዳለች አለኝ ማለትም قلت እናት عجبا ይገርማል አልኩ تصدق زوجتك ሚስትህን ታምናለህ وتكذب أمك እናትህን ታስዋሻለህ يقول الشيخ ሼኹ ይላል فطلبت رؤية እናቱን أمك ለማየት ፈለግኩ فجاء بها ابنها الأكبر ትልቁ ልጇ ይዟት መጣ وجمعت بينهم በአንድ ሰበሰብኳቸው وكثر النقاش ጭቅጭቁ ጦፈ وطال الحوار ክርክሩ ሰፋ ونفسي تحدثني ነፍሴ ትነግረኝ يعني ጀመር ማለትም ሼኹ ونفسي تحدثني ነፍሴ ትነግረኝ ጀመር أن الزوجة ሚስት كاذبة እየዋሸች እንደሆነ سمعت من الأم ከእናቴ أيماما ጋር وضفاء ለቅሶንና حار መሐላን አደምጣለሁ يدل على صدقها እውነተኝነቷን የሚያሳብቅ وأصرت الزوجة ሚስትም ድርቅ ألا አለች تقبل اليمين من የእናትየው الأم መሐላ إلا እንደማትቀበል في بيت الله መካ الحرام ሐረም ሄዳ ካልሆነ فقلت በስተቀር لهم እኔም አልኳቸው بعد أن أصر الزوجة እሷ الابن ከደረቀች በኋላ اذهبوا إلى بيت الله ወደ الحرام ቤተላህ አልሐረም ثم ሄድን طلبت ማሉ رقم هاتف الابن ከዛም ትልቁ الأكبر ልጇን ስልክ واتصلت ተቀበልኩት به بعد يومين ከሁለት ቀናት فقال በኋላም ደወልኩለት ذهبنا لبيت الله ወደ الحرام ቤተላህ አልሐረም ሄደን ودعت ነበር أمي على نفسها እናቴ ራሷ ሄዶ دعت አደረገች أمي على እናቴ نفسها ራሷ ሄዶ بألا አደረገች تعود إلى ወደ بيتها ቤት إن كانت እንደማትመለስ فعلت ይህን ፍጽማ ከሆነ وتضرعت إلى الله ወደ አላህም أن ጮኸች ينتصر لها من አላህ ابنها የልጇንና وزوجته የሚስቱን ሐቅ إن كانت እንዲያሳያት مظلومة እውነት ተበድላ ከሆነ يقول الابن ልጁ للشيخ ይላል ثم عدت ከዛም بأمي ወደ እናቴ ተመለስኩ ودموعها على እንባዋ خدودها ጉንጮቿ ላይ فلما ፈሳል وصلنا ልክ ስንደርስ وجدنا الخبر أمامنا ጉዳዩ في ቤታችን بيتنا ውስጥ ፊት ለፊት أن አገኘነው أخي وزوجته ወንድሜና ሚስቱ ماتا على إثر حادث لهما في በደረሰባቸው الطريق ድንገተኛ አደጋ መንገድ ላይ ሞቱ فلما وصلنا በደረስን ጊዜ وجدنا الخبر أمامنا ፊታችን አየነው أن أخي وزوجته ወንድሜና ሚስቱ ماتا على إثر حادث لهما في الطريق መንገድ ላይ በደረሰባቸው አደጋ ሞቱ أما قال الله አላህ አላለምን ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل አላህን በዳዮች الظالمون በሚሰሩት ተግባር ላይ ዝንጉ አድርገህ አታስብ كيف إذا كان المظلوم أما أو أبا እንዴት ነው ታዲያ ተበዳዩ እናት ወይም አባት ሲሆን اتق الله يا زوجة الابن አላህን ፍሪ የልጅ ሚስት اتق الله يا زوجة الابن አላህን ፍሪ የልጅ ሚስት اتق الله في أم አላህን زوجك ፍሪ በባልሽ እናት ላይ فأنت አንቺ عندك أم እናት አለሽ تريدين أن تبريها ልታገለግያቸው ትፈልጊያለሽ وهو مطالب ببر እሱም ሊያገለግላቸው ነው የፈለገው بل حقها እንደውም ሐቅ أعظم አላቸው حق عليه ከአላህ بعد ሐቅ الله. ቀጥሎ ትልቁ ሐቅ فلولاها ما كان እንደው ባይሆንስ هل أنت التي حملتيه አንቺ ነሽ እንደ ያረግሽው هل أنت التي ربيتيه አንቺ ነሽ እንደ ያሳደግሽው هل أنت التي احتضنتيه አንቺ ነሽ እንደ ያዘልሽው اتق الله يا زوجة الابن አላህን ፍሪ አንቺ የልጅ ሚስት فأنت ستكونين أما في يوم አንቺም ما አንድ ቀን እናት ትሆኛለሽ هب أن الأم أخطأت እሺ እናስብና ተሳስታለች ብለን هل يحق لنا ይፈቀድልናል أن ግን نسيء معاملتها ግንኙነቷን እንድናበላሽ وننسى فضلها ደረጃዋን እንድንቀንስ أما أمرنا አላህ الله አላዘዘምን بالوالدين ولو كانا በቤተሰቦች كافرين መንከባከብ ካፊርም فقال ቢሆኑ وإن جاهداك على أن